أهلًا بيكم في مساحتنا الآمنة، اللي بنربط فيها هنا القلب والعقل والوعي والروح. النهارده أنا هاتكلم عن مفهوم الأنوثة. مفهوم الأنوثة أنا اتكلمت فيه قبل كده من كام سنة، ولكن في الفترة الأخيرة طبعًا بما إني بقيت مدربة يوجا كمان ومُطّلعة كمان على هذه العلوم الشرقية، بقى عندي نظرة أعمق شوية لمعنى الأنوثة، فأنا حابة النهارده إن أنا أشارككم هذا الموضوع. الموضوع ما هوّاش بس له علاقة بعلوم الطاقة، ولكن أيضًا هو له علاقة بعلم النفس. أنا أول من علّمني يعني إيه أنوثة وذكورة كان أستاذي في الطب النفسي. هي مجموعة من الصفات النفسية بنطلق عليها كلمة أنوثة، ومجموعة أخرى من الصفات النفسية التانية اللي بنطلق عليها كلمة ذكورة. الأنوثة لا تعني ست، والذكورة لا تعني رجل، ولكن تعني نوع الطاقة اللي هو الين واليانج. لإن كل حاجة في الدنيا عبارة عن duality أو تضاد، لازم كل حاجة قصادها حاجة عكسها عشان تقويها وتفهمنا معناها، زي إنه الشمس موجودة دي طاقة مثلًا ذكورة، ولكن القمر بالليل بيكون طاقة الأنوثة اللي هو بيعكس ضوء الذكورة، اللي هو بيعكس ضوء الشمس. فالشمس والقمر بيعملوا مع بعض لحن معين، وده من جمال الكون ومن جمال إزاي هو فيه شاعرية يعني. فالذكورة والأنوثة ما هياش ست وراجل، وما هياش مقتصرة على الإنسان، حتى الجمادات فيها حاجات مذكرة وحاجات مؤنثة. يعني ممكن نقول مثلًا الضلمة والنور كحاجة تعتبر جماد يعني، الضلمة تعتبر طاقة أنثوية والنور طاقة ذكورية. لو هنسحب المفهوم ده على البني آدمين هنقول إنه الست بطبيعتها هي تحتاج إلى طاقة أنوثة أعلى من الرجل، ولكن مش طاقة أنوثة بس، طاقة أنوثة متزنة مع طاقة ذكورة، والرجل يحتاج إلى طاقة ذكورة أعلى، ويكون في عنده أنوثة برضه علشان تعادل وتوازن ده، فيبقى راجل متزن وست متزنة. إيه الصفات اللي فينا كبني آدمين بنطلق عليها أنوثة والصفات اللي بنطلق عليها ذكورة؟ الذكورة هي كل حاجة فيها أكشن وحركة، يعني زي المبادرة، الشجاعة، العقل، التحليل، المنطق، الشهامة، كل دي تعتبر طاقات ذكورية، ولكن هي طبعًا ممكن تبقى موجودة في سِت، ده مش معناه إن هي سِت مثلًا مش تمام يعني، أوكي، يعني أنوثتها قليلة، لأ هي المفروض إنها تبقى موجودة بنسب جانب الطاقة الأنثوية. الطاقة الأنثوية هي طاقة الاستقبال، الحدس، طاقة الحكمة، طاقة الصبر، طاقة الهدوء، طاقة الحنان، طاقة الاحتواء، فدي الصفات. لكن هي كطاقة عبارة عن إيه؟ لو هنيجي نفهم الموضوع من وجهة نظر اليوجا. اليوجا بتشوف إن إحنا عندنا 7 مسارات للطاقة في الجسم. في منهم موجودين في أسفل الجسم، وفي منهم اللي هم موجودين في أعلى الجسم زي العين التالتة والcrown. العين التالتة دي اللي هي زي البصيرة، والcrown دي اللي هي الطاقات الروحانية. دول أعلى 2 وأقل 2 هم ال طاقة الجذر شاكرا الجذر وشاكرا الجنس أو السيكرال. الجنس دي لا تعني الجنس نفسه، ولكن تعني طاقة الحياة، عشان كده المركز ده موجود حوالين الرحم. وبيقولوا إنه لو في أي اختلال، يعني الطاقة محتاجة تمشي في ال7 مسارات، طبعًا ال7 مسارات التانيين يعني قُلنا من تحت في الجذر، وبعدين السيكرال، وبعد كده في الsolar plexus اللي هي حوالين السُرة، وبعدين في القلب وفي الحلق، وبعد كده في العين التالتة والcrown. فقُلنا العين التالتة والcrown دي متصلة أكتر بطاقة الذكورة، وال ال الشاكرات اللي من تحت متصلة أكتر بطاقة الأنوثة. عشان كده باقول إن الأنوثة والذكورة لا تعتمد فقط على النوع، إحنا كلنا عندنا كل المسارات دي تبعًا لعلم اليوجا، وإنه ال7 مسارات دي محتاجة تكون مفتوحة عشان الطاقة تلِف فيها رايح جاي، فالجسم ي ي يكون مرتاح، والنفس تكون مرتاحة، والعقل مرتاح، ونكون بصحة. هُم بيقولوا إنه الطاقة الأنثوية مرتبطة أكتر بالتجذر، ومرتبطة أكتر بالجسم، والطاقة الذكورية مرتبطة أكتر بالروحانيات وبالعقل. فلنا أن نتخيل إنه لو حد آمم، طاقته الأنوثة بتاعته مش مضبوطة، فهو ما عندوش اتصال بجسمه، ما عندوش اتصال بالأرض، ما عندوش اتصال بالواقع المادي اللي إحنا عايشين فيه. وده أعتقد إن هو موجود بكثرة في كل حتة. يعني إحنا عندنا أزمة في طاقة الأنوثة دي، سواء هي في الرجالة أو في الستات.
طبعًا مع التأكيد إن الستات تحتاجها أكتر، لإن إحنا اللي بنجيب الأطفال، وإحنا اللي المفروض نكون مرتبطين أكتر بالأرض. فده بتعمل مشكلة كبيرة يعني، إنه نكون مش متجزرين، مش حاسين بنفسنا. طب ليه ده بيحصل بقى من وجهة نظر علم النفس يعني؟ طبعًا إحنا لمّا بنكون عايشين في مجتمعات مقفولة، والمجتمعات دي مثلًا في بيوت مقفولة، ما عندناش أي اتصال مع الطبيعة، ما عندناش أي اتصال مع الحيوانات، ما عندناش أي اتصال مع اللي يفكّرنا بأصلنا، بالأرض، فإحنا مع الوقت بنفقد الإحساس بالأرض. حاجة كمان إن إحنا مش بنتصل أوي بجسمنا، لإن إحنا دايمًا عندنا شعور بالعار تجاه جسمنا، خصوصًا البنات، لإن إحنا بي بي بيتم برمجتنا طول الوقت إن جسمنا عار، إن جسمنا مصدر تهديد، إنه الجنس ده حاجة وحشة، ولو إن طاقة الحياة ما لهاش علاقة بالفعل الجنسي، هي لها علاقة بالخلق، لها علاقة بالإبداع، لها علاقة بإنك تكون عايش حياة ليها بصمة من روحك. فدي نقطة، أوكي، ليه يعني أنا باعمل فيديو عن الأنوثة علشان خاطر إن الطاقة دي إحنا محتاجينها جدًا الفترة دي، وخصوصًا طبعًا الستات. إحنا عندنا أفكار مغلوطة كتير جدًا عن concept الأنوثة، يعني لمّا حد بيتكلم عن الأنوثة إيه اللي بييجي في دماغ الناس؟ سِت حلوة، سِت دلوعة. الدلع ما لوش علاقة بالأنوثة نهائيًا. والحلاوة ما لهاش دعوة بالأنوثة، الموضوع طاقي، والموضوع مفيد لنا على مستويات كتير جدًا كبني آدمين، ما لوش علاقة بإنه إحنا دايمًا نحصره بإن مثلًا لو حد يروح ياخد كورس أنوثة هيروح يتعلم إزاي تجذب رجل. الموضوع ما لوش علاقة بالقصة دي، هو له علاقة إن أنتِ تبقي متصلة بنفسِك، تبقي عايشة، ما يبقاش أجزاء منِّك ميتة. فإحنا عندنا كتير جدًا أفكار مغلوطة، لمّا بنسمع كلمة أنوثة بنفكر في حاجات كتيرة جدًا ما لهاش دعوة بالموضوع. أو هي جزء تافه منه. بالنسبة لموضوع الجمال الشكلي، هو إن الله جميل يحب الجمال، ده ما لوش علاقة خالص بالأنوثة، بل على العكس أحيانًا الاهتمام الزايد أوي بالنفس، لمّا يعني الستات اللي بتبقى عندها اهتمام زايد جدًا بنفسها، مش في الحدود المعقولة، ده بتبقى علامة على طاقة ذكورة أصلًا، لإن هي فيها إن هو شوفوني، أنا هافرض نفسي، أنا هاتشاف، أنا مش عارف إيه، فدي بتكون طاقة ذكورة. مش معنى كده إن هي طاقة وحشة أو إن الست دي أنوثتها فيها مشكلة، بس أنا باتكلم إنه التصرُّف ده طاقة ذكورة أصلًا، مش طاقة أنوثة عشان نربطه بالأنوثة. كمان من الحاجات الغلط اللي إحنا فاكرينها إن الأمومة طاقة أنثوية، الأمومة أبدًا، الأمومة طاقة ذكورية يا جماعة. عارفة إن الموضوع ده لمّا اتكلمت فيه الناس بتتخض. ليه؟ لإن هي فيها عطاء. لأن الذكورة هي العطاء، والأنوثة هي الاستقبال، فأي طاقة فيها عطاء بتبقى طاقة ذكورة، فالأمومة ليست طاقة أنثوية، ده هي طاقة ذكورية. عشان كده الستات اللي بتبقى عاملة فيها أمهات للي بيجوزوهم، هم بيدوهم طاقة ذكورية، وعشان كده بنلاقي إنه الجوازات دي فيها مشكلة، لإنه الراجل محتاج ست، مش محتاج ماما، مش محتاج طاقة ذكورية. وبرضه إنه في الوعي الجمعي أحيانًا بيبقى معنى الأنوثة اللي هي الجزء الsoft من الأنوثة، اللي هو الدلع، الرِّقّة، مش عارف إيه. لأ، الأنوثة لها نوعين أصلًا، في soft وفي wild. الsoft الناس كلّها عندها شمانة فيه، يعني كلّكم يعني كلّكم اتربيتوا إنه حاولي تبقي رقيقة، وحاولي تبقي ناعمة، وحاولي، حاولي، حاولي. لكن ما حدش قال لِك مثلًا إنِّك من حقِّك إن أنتِ يكون عندِك aggression. في concept اسمه الfemale aggression. علشان أقدر أوصّله للناس بشكل يعني يبقى مفهوم أكتر، هنتكلم مثلًا عن القطط. القطة لو حد جه جنب ولادها هي بتتحوّل، هي بتكون شرسة جدًا. الشراسة دي جزء من الأنوثة، الشراسة دي جزء من الأنوثة، فالبنات الشرسة شوية دي أنثوية ما هياش ذكورية. في فرق ما بين أبقى شرسة، وفرق ما بين إن أنا أبقى يعني باتصرّف زي الرجالة، دي غير دي، أوكي؟ الجزء الwild ده فينا بيبقى موجود في الsacral chakra، اللي هو مرتبط ارتباط وثيق بالإبداع وبطاقة الحياة. لمّا بيتكبت الجزء ده، إحنا بيكون كإننا ميتين، كإننا مش عايشين، وإحنا للأسف مكبوت فينا ده. ما فيش بنت
شُفتها في مجتمعنا بتقدر تعبّر عن نَفْسها وتقول لأ، وتبقى aggressive كما يجب. عشان كده الناس كلّها بتطلب منّي إن أنا أعمل كورس أنوثة تاني وإن شاء الله ده في المخطط، ولكن ما ينفعش نعمله قبل ما نعمل كورس الحدود. وطبعًا أنا عندي مفاجأة في الحتّة دي ممكن في آخر الفيديو هاتكلّم فيها. فإحنا بيُقتل فينا هذا الaggression من سِن صغير، بي ب بيتمنع عننا، ما بنبقاش قادرين إن إحنا لمّا حد ييجي يغلط في حقنا نزعّق، نثور، دي طاقة أنوثة ليست ذكورة ولا حاجة، ومهمة لينا إحنا، مش مهمة علشان خاطر راجل ييجي يتجوزني، أوكي؟ وللأسف في تشوُّه كبير في طاقة الأنوثة في المجتمع علشان خاطر البنات بقت بتتعرّض لتحرُّشات، البنات بقت لا يوجد نموذج أبوي سليم يطلّع منها طاقة الأنوثة، لإن الأنوثة محتاجة إذن كده من الرجولة والمفروض ده يتاخد من الأب وما بيتاخدش من الأب للأسف. فالست بتطلع مجروحة ولمّا الست بتتجرح بتروح على الشَكرات العُليا اللي هي التفكير والروحانيات، فإيه اللي بتعمله؟ بتبتدي تكون راجل، بتبتدي طاقتها الذكورية تعلى، علشان أنوثتها مجروحة، ليه؟ لإنها مكبوتة، لإن اتقال لها غلط وعيب وعار، لإن مش حاسة بالأمان، ما فيش سِت تقدر تكون أنثى كما يجب وهي مش حاسة بالأمان. لو أنا مش حاسة بالأمان معناه إن أنا منفصلة عن جسمي، معناه إن أنا منفصلة عن الaggression بتاعي، معناه إن أنا لازم أروح أغرق في عقلي، فكتر التفكير والمنطق الكثير دي طاقة ذكورية، فبتخلّي الست مش متزنة، فإحنا نقدر إن إحنا نرجع نوازن هذه الطاقة تاني، عن طريق إن إحنا نشوف أسباب خللها إيه من خلال علم النفس، ونضيف على ده بقى كمان بعض التمارين وبعض التنفس وبعض التمارين الجسدية من علم اليوجا عشان خاطر نوازن نفسنا. طب إيه فايدة إن أنا أوازن نفسي كأنثى وأوازن طاقتي الأنثوية؟ إحنا قُلنا إن طاقة الأنوثة فيها wild وsoft وفي برضه انقسامين تانيين light وdark. دارك دي اللي هي سِت كُمَّل يعني، اللي هي سِت فهمت الدنيا وعندها من الحكمة ومن البصيرة ومُتصلة جدًا بجسمها، السِت دي مستحيل تخُش علاقة وِحشة، مستحيل يضحك عليها نرجس، مستحيل يضحك عليها حد، ليه؟ لإن هي مُتصلة بجسمها والحدس فين؟ الحدس في الجسم. فلمّا توازني طاقة الأنوثة عندِك، أنتِ بتحمي نَفْسِك من إنِّك تخُشّي علاقات غلط. ومحتاجين شوية نفوّر في دماغ البنات إنه الرجل الحقيقي هييجي لِك عشان شكلِك، لأ الرجل الحقيقي بينجذب لِك عشان طاقتِك، مش عشان شكلِك. وطاقة الأنوثة هي طاقة راكدة، ساكنة، هادية، هي بتخلّي الأمور تنجذب ليها، يعني مثلًا كنت في الكوافير من فترة وأخّرتهم، يعني قعدت في الكوافير فترة كده، يعني كنت باعمل حاجة واتأخروا وهُم بيقفلوا بدري. جات سِت جميلة كده ومعديّة بالصدفة معاها extension وخارجة، فدخلت عملت الextension ده، يعني ركّبته في ميعاد غير المفروض، يعني هي بتقول أنا جاية سايباها على الله، ما أعرفش إذا كنتم هتبقوا فاتحين والّا مش فاتحين، فكأن ربنا خلّاني مثلًا أأخّرهم عشان هي تيجي تعمل اللي هي عايزاه بعكس القوانين، دي طاقة أنوثة، اللي هو طاقة التوكُّل على الله والمشي بالجسم ده. يعني طاقة الأنوثة لمّا تتزن الرزق بيتفتح، لإن هي لها علاقة جامد جدًا باتباع الحدس والثقة في الجسم والثقة في الحدس ده جاي منين؟ ما هو جاي من ربنا برضه، فأنا لمّا أثق في جسمي وأثق في حدسي أموري بتسلك، لكن لمّا أكون طول الوقت متوتر، جهازي العصبي مش تمام، أنا مش هاسمع جسمي، مش هامشي بالهدوء وبالراحة دي، فالست هي المفروض تبقى مركز ثابت وييجي لها الراجل لغاية عندها، ومش أي راجل، الست المتوازنة لو جه في حياتها راجل مش متوازن مش هيشوفها، هي هتجذب راجل متوازن، فإحنا لمّا نضبّط طاقة الأنوثة من ضمن يعني الside effects إن مش المفروض إن إحنا بنعمل ده عشان كده، بس من ضمن الside effects إنه هتحققي علاقة أكثر اتزانا في حياتِك. وحاجة كمان
أنتِ مش محتاجة راجل في البداية ومش محتاجة راجل أصلًا، أنتِ محتاجة نَفْسِك، محتاجة نَفْسِك في البداية. الست تحتاج تحب نَفْسها جدًا، جدًا فوق الوصف بطريقة طبعًا صحية، وحُبّها لنَفْسها يجذب لها الفُرَص، يجذب لها الرجالة، يجذب لها كل حاجة. وتحتاج توازن طاقتها الأنثوية والذكورية. إحنا مش محتاجين وجود راجل في حياتنا عشان طاقتنا الذكورية اللي جوّه تتّزن. أنتِ جواكِ أصلًا طاقة ذكورة ينفع تطلّعيها توزن معاكِ طاقة الأنوثة بتاعتِك. بمعنى إيه؟ يعني أنا مثلًا عايزة أشتغل، فالشغل محتاج سعي. لو حدسي مشّاني في مكان، يعني مثلًا حسّيت إن أنا محتاجة أروح مكان معيّن دلوقتي، محتاجة إن أنا أكلّم شخص معيّن دلوقتي، ده حدس. بعدين الفرصة جات أطلّع منّي طاقة ذكورة أسعى، فده يخلّيني متّزنة. الست المتّزنة اللي طاقتها طاقتها الأنثوية عالية والذكورية بتعمل complement للأنوثة، بتبقى ست مكتملة في حد ذاتها. والست المكتملة في حد ذاتها جذابة جدًا لكل حاجة، للفُرَص، للرجالة، لكل حاجة في الدنيا، ومُنفّرة جدًا لكل حاجة غلط. عشان كده إحنا محتاجين الطاقة الأنثوية في حياتنا، ما هياش رفاهية لينا كستات. طيب لو أنا ما عنديش راجل وعايزة ومش عارفة أوي إن أنا أطلّع طاقة الذكورة من جوايا للدرجة دي، أعمل إيه؟ أتصل بربنا، ربنا هو يكون مصدر طاقة الذكورة دي. يعني أسعى وأسيبها عليه، أطلب وأسيبه يدلّني، فأبقى مكتملة في حد ذاتي. لمّا أبقى الست اللي بتبقى مكتملة دي عمرها ما تخش علاقة غلط. ليه؟ لإن ما عندهاش نقص. بس عشان نوصل لهذه المرحلة محتاجين الأول نعالج الأسباب النفسية اللي مخلية الأنوثة اللي هي الفطرة الطبيعية اللي فينا مش طالعة كما يجب ومش طالعة بالفلو اللي المفروض تعمله. المفاجأة بقى اللي أنا عاملاها لكم إن الناس اللي حجزوا معايا كورس الحدود النفسية، أنا هوضب لهم كوميونتي، هنعمل زي فيسبوك جروب باشتراك بسيط. آمم، بحيث إنه أنا باسمع منكم دايمًا إن أنتم بتبقوا عندكم نوع من الحنين لناس زيكم يكونوا ماشيين في سكة الوعي. فإحنا هنبتدي نعمل زي community based على حضور الكورسات دي. ممكن كنت حاجة باعملها زمان إن أنا باعلّم الناس active listening إزاي يسمعوا بعض. ممكن أرجع أعمل مثلًا كام فيديو لتعليم هذه المهارة جوّه هذا الجروبات. و ويبقى في مجتمع صغير طبعًا supervised عشان ما يبقى يكمّل يكون علاجي يعني. الناس تقدر تتواصل فيه مع بعض وأنا أبقى موجودة معاهم مرّة كل أسبوع، مرّة كل أسبوعين نعمل Q&A، نعمل events. يعني هاشوف ده يعني هيحصل إزاي. فده الخبر السعيد اللي أنا كنت جاية أقوله لكم النهارده. والخبر التاني إنه بمجرد حجزك لكورس الحدود النفسية، إن شاء الله الكورسات القادمة هيبقى ليك حق في خصم محترم، خصم 10% لأي كورس فيما بعد. هيبقى ليك حق إن أنت تخش الcommunity أو ليكِ حق. أنا بافكّر في إن أنا إن شاء الله هاعمل مجموعة متواصلة من الكورسات، تكون بتشتغل على أمور كتير جدًا من نواحي مختلفة بترتيب معيّن. يعني أنا عايزة أعمل الحدود النفسية الأول، بعد كده ممكن نعمل الأنوثة، توازن الأنوثة، وبعد كده ممكن نتكلم عن التعلُّق، وممكن بعد كده يبقى في كورس اسمه الاستمتاع بالحياة. لإننا إحنا صدِّق أو لا تصدِّق لا نعلم أو لا نعرف إزاي نستمتع بالحياة. فممكن نعمل الكورس ده فيما بعد هاضيف عليه كورسات تانية بحيث إن هو يبقى زي مدرسة كده علاجية من خلال الكورسات. ممكن تغني ناس كتير جدًا عن العلاج الفردي أو تساعده بشكل قوي وتوفّر علينا المجهود. لو اتفرجت لغاية هنا طبعًا أرجوك لو عجبك الفيديو share وplease subscribe وفعّل الجرس عشان ييجي لك كل الفيديوهات الجديدة. وعايزة أقول لكم إن أنا فعلًا بادية أحس إن الcommunity بدأ يتكوّن حتى من قبل الكورس أو من قبل الفيسبوك. وإنه حاسة بمحبة رايحة جاية ما بيننا، وأتمنى إن ربنا يديمها علينا. شكرًا.